أهلا بكم متابعي القناة. نطلب من حضراتكم دعمنا بلايك وتعليق واشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هبوط بالدورة الدموية. مصدر بالتعليم يوضح حقيقة وفاة الطالبة بمحور الكورونا إليكم التفاصيل. أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم الفني أن سبب وفاة جولي محمد مصطفى طالبة بمدرسة مودرن سكول هليوبلس بالقاهرة جاء نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وليس سبب إصابتها بمحور فيروس كورونا كما تردد. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصر اليوم أن التقرير الطبي لوفاة الطالبة أثبت توقف عضلة القلب نتيجة فشل في وظائف القلب والتنفس. وكانت المدرسة مودرن سكول نعت الطالبة جولي محمد بالصف الخامس التي وفتها المنية صباح أمس، سائلين المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم أجره وكرمه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. ويذكر أن عدد من أولياء الأمور للطلاب بالمدرسة تداول الأنباء تشير إلى أن الطالبة توفت نتيجة إصابتها بمحور فيروس الكورونا، وأشار تعرضها لعدوى من طالب آخر بالفصل، مطالبين بغلق المدرسة وتعقيمها من قبل وزارة الصحة. والبقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.